أهلا بيكم. النهاردة ناخدكم في رحلة عن الحديقة والبرجولة وإزاي بتدي شكل أنيق للمكان. فتخيلي معايا كده إنك داخلة حديقة هادية في آخر اليوم، والشمس بدأت تميل للغروب والهواء بقى ألطف شوية. أول حاجة عينك بتيجي عليها هي البرجولة. البرجولة بتبقى في قلب الحديقة، مش بس عنصر ديكور لكن هي روح المكان كله. البرجولة هنا مش مجرد خشب أو حديد مثبتين في الأرض، دي مساحة إحساس ومساحة راحة ومساحة حياة. فالبرجولة الأنيقة بتبدأ فكرتها من الإحساس اللي انت عايزة توصلي له. فقبل أي خامة وقبل أي تصميم انت عايزاها مكان هادي للتأمل، ولا قعدة عائلية، ولا فطار صباحي، ولا سهرات خفيفة بالليل. فأول ما السؤال ده بتجاوبي عليه التصميم بيبتدي يبان لوحده. البرجولة الشيك دايما بتبقى متناسقة مع روح البيت والحديقة. يعني لو البيت ليه طابع كلاسيكي، فالبرجولة الخشب الطبيعي بتكون اختيار عبقري. الخشب بيبقى لونه دافي مش لامع زيادة، بتحسي انه بيبقى جزء من الارض والزرع حواليه. الخشب هنا بيعمل احساس بالاحتواء وكأنك قاعدة في حضن الطبيعة. ومع الوقت ومع الشمس والهواء الخشب بيكتسب روح اكتر، وده سر الجمال. اما بقى لو البيت مودرن، فالبرجولة المعدنية او الخشب مع المعدن بتبقى اخر اناقة وشياكة. بتبقى بخطوط مستقيمة وتصميم بسيط من غير زحمة في التفاصيل، وده اللي بيدي فخامة هادية. فالبرجولة المودرن بتهمس دايما بالأناقة. واحدة من أهم الحاجات اللي بترفع البرجولة من شكل حلو لشكل واو هي السقف. فالسقف مش لازم يكون مقفول تماما، بالعكس الفراغات الصغيرة اللي بتدخل الشمس بنعومة بتعمل جو ساحر. وفي ناس بتختار سقف متحرك أو قماش خفيف، وده اختيار ذكي جدا لأنه بيديكي مرونة لدخول الشمس وبيدخل الهواء. ولو في مطر ممكن تقفليها وتستمتعي بالصوت. فلو حطيتي قماش، فالقماش نفسه ده بيبقى عنصر جمالي مهم جدا، بيبقى بلون هادي، ابيض مكسور، بيج او رمادي فاتح، بيعمل احساس فندقي راقي. وطبعا القماش لما بيتحرك كده مع الهواء بيدي حياة للمكان، وبيخلي البرجولة مش ثابتة لكن تحسي انها عايشة مع البيئة المحيطة ليها. نيجي بقى لأهم سر في البرجولة الأنيقة اللي هي القعدة والكراسي والترابيزة. فالقعدة والكراسي مش لازم تكون غالية عشان تبان يعني ان هي ريتش او غالية. السر بيبقى فيه تناسق وفيه الكراسي المريحة والتصميم البسيط والمخدات اللي ألوانها متناسقة مع الزرع. ما بتبقاش صخبة لكن بتبقى دافية، ولما بنقعد فيها بنحس انها تحضننا وبتدينا راحة وبتريحنا في القعدة، وان انتي مش عايزة تقومي. والترابيزة نفسها ممكن تكون من الخشب الطبيعي او الحجر او حتى معدن بسيط، المهم ان هي تكون مناسبة للمساحة، ما تبقاش كبيرة قوي تخنق المكان ولا صغيرة تحسس ان هي تايهة في المكان.
وطبعا لازم نهتم بالإضاءة، فالإضاءة هي السحر الحقيقي. فالبرجولة من غير إضاءة بتبقى حلوة بس بتبقى زي لوحة ناقصة. فالإضاءة الناعمة هي اللي بتحول البرجولة من مكان نهاري لمكان مسائي ساحر. حطي بقى لمبات صغيرة معلقة أو إضاءة صفرة دافية مخفية في الأعمدة أو فوانيس أرضية بسيطة. فالإضاءة هنا مش عشان تنور لكن عشان تديكي قصة وحياة. ولما الإضاءة بتبقى مركزة على الخشب أو المعدن وبتنعكس على الزرع، بتحسي إنك في مكان بعيد حتى لو انتي في بيتك. وطبعا لازم نهتم بالنباتات لأن النبات ده عنصر أساسي بس لازم يتوظف صح. فمش أي زرع وخلاص. حطي النباتات المتسلقة على أعمدة البرجولة، ده بيدي إحساس إن البرجولة طالعة من الأرض مش محطوطة فيها. حطي بقى ياسمين جهنمية أو أي نبات ورقي خفيف، ده بيضيف ظل طبيعي وريحة جميلة. الأرضية كمان ليها دور كبير. فحطي بقى الخشب أو بلاطات الحجر أو حتى النجيلة الصناعي عالية الجودة. فالأرضية لازم تكون مريحة للعين وللقدم، فلما بتمشي عليها بتحسي بالراحة، فبتعرفي ان التصميم ده ناجح. فالبرجولة الأنيقة مش لازم تكون كبيرة، حتى المساحات الصغيرة جدا بنقدر نعمل فيها برجولة تحفة. السر بقى انك ما تزحميش المكان. حطي قطعة او قطعتين اساس وزرع مدروس وإضاءة مظبوطة، وهتلاقي المساحة الصغيرة بقت شكلها جميل وأنيق. وطبعا في الشتاء البرجولة بتفضل جميلة لو ضفتي بطانية خفيفة على الكراسي أو دفاية خارجية شيك. وفي الصيف حطي مروحة سقف هادية أو رشاش مية بسيط، ده بيفرق جدا. ومع الوقت هتكتشفي ان البرجولة مش بس مكان بنقعد فيه، لكن بقت جزء من الروتين اليومي. فالصبح وانتي ماسكة فنجان القهوة، فالقعدة تحت البرجولة بتخليكي تبدأي يومك بهدوء غير عادي، والضوء وهو داخل من بين الفتحات وصوت العصافير حتى لو خفيف بيعمل حالة نفسية مختلفة. هنا هتحسي ان البرجولة مش ديكور لكنها مساحة للاستشفاء. وفي الظهر لما الشمس تكون قوية بتفضل البرجولة ملجأ ذكي، فالظل المدروس بيخلي الحرارة أخف والهواء بيتحرك بحرية. وده الفرق بين برجولة معمولة صح وبرجولة معمولة لمجرد الشكل. فالتصميم الصح بيحترم الجو والشمس واتجاه الرياح، وده اللي بيخلي القعدة مريحة في أغلب أوقات اليوم. وواحدة من الحاجات اللي بتدي البرجولة قيمة حقيقية هي التفاصيل الصغيرة اللي ممكن ناس كتير بتغفل عنها، زي مثلا مكان تعليق الفوانيس الصغيرة أو ركن بسيط لنباتات في الأسس الفخارية. الحاجات دي مش بتكلف كتير لكنها بتفرق جدا في الإحساس العام، والتفاصيل دي بتقول إن صاحب المكان مهتم، وده بيبان من التفاصيل الصغيرة. كمان اختيار الألوان بيبقى ليه تأثير نفسي كبير. فالألوان الترابية الهادية بتخلي المكان مريح، والألوان الفاتحة طبعا بتكبر المساحة بصريا. حتى لو حابب لون أقوى شوية خلي ده في المخدات أو الإكسسوارات البسيطة عشان تقدر تغيره مع الوقت.
من غير ما تهد كل حاجة. ومع الليل البرجولة بتتحول لمشهد مختلف تماما، الجو بيبرد والإضاءة بتبدأ تلعب دور البطولة، فالضوء الخافت بيخليكي تحسي بالألفة وكأن المكان بيحضنك، والقعدة بالليل تحت البرجولة ليها طعم تاني خالص، خصوصا لو هتحطي بقى موسيقى هادية أو صوت الطبيعة بيبقى حواليك. والجميل ان البرجولة ممكن تتغير حسب الموسم من غير مجهود كبير. في الربيع ممكن تزودي زرع وورود، وفي الصيف بتفتحي القماش وبتسيبي الهواء، وفي الخريف بتضيفي لمسة خشب أو إضاءة دافية شوية، وفي الشتاء بتقفلي الفراغات جزئيا وبتحافظي على الدفء. نفس البرجولة لكن إحساس جديد كل مرة. حتى لو الحديقة صغيرة أو المساحة محدودة، فالبرجولة بتفضل عنصر ذكي. ممكن تكون في ركن جانبي أو ملاصقة للبيت أو حتى فوق سطح صغير، المهم إن هي تتصمم على قد المكان ونحترم المساحة. البرجولة الأنيقة كمان بتعكس ذوق صاحب البيت، لما الصيف بيدخل ويقعد فيها بيحس ان المكان معمول بعناية مش استعراض، وبيحس ان كل تفصيلة معمولة عشان الراحة مش عشان شكل حلو بس. وفي النهاية البرجولة مش مشروع ولا قطعة أساس، لكنها تجربة هدوء وتجربة تجمع وتجربة وقت حلو. كل مرة بنقعد فيها هنكتشف زاوية جديدة أو إحساس جديد، وده سر جمالها الحقيقي. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك، فعلوا الجرس وتشاركوه مع أصحابكم عشان يوصلكم كل جديد في عالم الديكور والجمال والتنظيم. وشكرا على وقتكم الجميل، وباي باي.